السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو. مرحبا بكم معايا في قناه وصفات ناديه، فيديو جديد ووصفه جديده. ورجعت لكم بعد مده طويله، فكنتمنى انكم تكونوا مازال متابعيني ومازال كتسناو في الوصفات ديالي. جبت لكم هاد الوصفه هذه اللي عباره عن كيك تيجي رائع جدا. فهو تقريبا بحال الكيك العادي، ولكن بإضافات اللي كتخليه كيجي من ألذ ما يكون. فخليكم معايا وفرجة ممتعة. وبسم الله على بركة الله نبداو في تحضير الوصفة ديالنا. بالنسبة للمكونات غنحتاجو 3 ديال البيضات بحرارة المطبخ، وغنضيفو عليهم كيس سكر بنكهة الفاني. تقدروا تستعملوا الخلاط الكهربائي، كما انكم تقدروا تستعملوا غير الفوي. يعني ماشي بالضروري انه تكون العجانه. غنضيف عليه نصف كاس ديال السكر، وبالنسبه للسكر فتقدروا تضيفوا، يعني تقدروا ديروا كاس الا ربع اولا كاس اللي تيكون عامر. فغنطربوا هذا البيض حتى كيتضاعف الحجم ديالو. ماشي بالضروري انه يتضاعف بزاف، ولكن غير بحال هكا غيتغير اللون ديالو. صافي غنقصوا من السرعه ديال العجانه اولا الطراب عفوا. وغنضيفوا علبه ديال الياغورت. انا استعملت بالنكهه ديال الفريز. تقدروا انكم تستعملوا اي نكهه بغيتو. بنفس العلبه غناخذ القياس ديال الزيت، وكذلك غناخذ القياس ديال الحليب. فدرت علبه ديال الياغورت، ونفس القياس ديال العلبه درتها ديال الزيت، وكذلك نفس الكميه ديال الحليب. صافي كما قلت لكم نقصت من السرعه ديال الخلاط اولا العجانه. صافي غنحيد غير ينسجموا دوك العناصر كاملين. صافي غنحيد العجن غنكملوا النواشف بالطراب ديال اليد. صافي غنضيف كاس في الاول، غنضيف كاس ديال الدقيق اللي غيكون منخول بطبيعه الحال، وغنعاودو نخلوه من فوق الخليط. فضفت الكاس الاول ومن بعد خلطت، ومن بعد ضفت الكاس الثاني، ومن بعد غنضيف نصف كاس ديال الدقيق. فبالنسبه لنصف الكاس ديال الدقيق اللي ضفتو في التالي، فانتم تقدروا تضيفوا تحتاجوا كميه اللي تكون اكثر، اولا تقدروا تحتاجوا الكميه اللي تكون اقل عفوا. فبالنسبه للدقيق فكيختلف على حسب النوعيه ديال الدقيق. فانا استعملت 2.5 كيسان ديال الدقيق اللي تيكون دقيق الابيض ديال الحلويات بطبيعه الحال، وضفت عليهم 2 اكياس ديال خميره الحلويات، الوزن ديالهم 16 غرام اولا 14 غرام، وكيس ديال الكاكاو المر. كما انكم تقدروا ديروا معلقه كبيره ديال الى عندكم الكاكاو ديال العبار. صافي غنخلط كلشي مزيان حتى ندمجوا دوك العناصر كاملين، وغتشوفوا القوام اللي خاصنا نتحصلوا عليه. فهذا هو القوام، ما خاصوش يكون ثقيل بزاف، كما انه ما خاصوش يكون خفيف بزاف. صافي هنايا من بعد ما نسجموا دوك العناصر كاملين غنضيفوا معلقه كبيره ديال الخل الابيض اولا الخل العادي. صافي غنخلط حتى ينسجم. فالدور ديال الخل كيعطي الطراوه للكيك، وكيجي يعني خفيف وكيجي هش. صافي هنايا هذا هو الخليط ديالنا صبح جاهز. غنديروه في المول اللي غيدخل الفران. من الاحسن يكون هذا هو الشكل ديال الليمون اللي تيكونوا هكايا خاويين من الوسط. صافي غنصبوا فيه الخليط وغندخلوه للفران اللي تيكون مسخن من قبل على درجه حراره 160 درجه.
ولمدة نصف ساعة. تقدروا يعني يقدر ياخذ معاكم نصف ساعة او لا 35 دقيقة، فما تحلوش الفران حتى تدوز 30 دقيقة. ومن بعد دخلوا شي كوردون بحال هذا اللي دوزتو من في الكيك. فالدور اللي العملية اللي درت هنايا كتكون يعني باش ما يجيش فيه ثقوب من الوسط ملي كيطيب. صافي كما قلت لكم ملي غدوز 30 دقيقة غتاخدوا داك الكوردون وغتدخلوه في الكيك، وملي غيخرج ناشف عرفوها باللي راها طابت، وشعلوا عليها من الفوق باش تاخد اللون. ومن بعد صافي خرجوها من الفران. هنايا غير خليتها غير دفات شي شويه صافي وقلبتها في صحن التقديم. فكتجي هاد الكيك هذا كيجي زوين بزاف صراحه. فتقدروا تستعملوه حتى هكا يعني بحال الكيك اليومي العادي ديال الشاي. كما انكم تقدروا ديروا هاد الاضافات اللي غندير معكم انا اليوم. فخديت واحد الموس اولا السكين وغندير هاد العمليه هذه بحال كنخوي الوسط ديال الكيك. فهاد الطريقه هذه راها سهله، يعني واخا تبان لكم ممكن تبان للمبتدئات بانها صعيبه، ولكن راها سهله. فغدوزوا من الطرف الاول من بعد الطرف الثاني، ومن بعد غدوزوا السكين بحال الا كدوزوه من التحت باش يتحيد لكم من الجوانب. صافي غتحيدوه وغتخليوه على جنب، وغندوزو نديرو باقي المراحل. فواخا يبان لكم راه سخون، ولكن الوقت اللي غنحضروا فيه الكريمه فغيكون يعني خدا الحراره ديال الغرفه. هنايا خديت 165 غرام ديال اولا ملي ديال الكريمه السائله. بالنسبه للعبار بالكاس كاس ديال الشاي، وضفت عليه معلقه كبيره ديال الشوكولاته الخاصه بالدهن اولا نوتيلا. مهم داكشي اللي عندكم تقدروا ديروه، اولا كما انكم تقدروا يعني ما ديروهش، يعني ما تضيفوش ليه اضافات. صافي من بعد ما طلعت ليا الكريمه خليتها على جنب، ودرت هاد الاضافه هذه. فكان عندي الفريز، الا ما كانش عندكم الفريز فتقدروا ديروا حتى الموز، راه كيجي زوين مع المذاق ديال الشكلاط. كما انكم ما تقدروش يعني ما ديروهش واكتفيوا فقط بالكريمه. صافي درت داك الفريز لتحت، ومن بعد درت عليه الكريمه اللي طلعناها. صافي غنحاول انني نقدها باش نهبطها شي شويه ونخلي المكان لهاد القطعه اللي حيدناها من قبل. صافي غنثبتوها مزيان، ومن بعد غنحاولوا اننا نملؤوا دوك الفراغات بالكريمه اللي تبقات عندنا بحال هكا كما كتشوفوا، باش دوك الفراغات يعني يتعمروا ويجينا داك الوجه ديالها يكون مسطح. صافي غنقادها مزيان وغندخلها للثلاجه الوقت اللي غنحضروا فيه الشكلاط اللي غنديروه من الفوق. بالنسبه هنايا للشكلاط فالاختيار كيبقى لكم، استعملوا اي نوع ديال الشكلاط اللي بغيتو. انا درت هنايا علبه ديال الشكلاط بالحليب، الوزن ديالها 125 غرام. تقدروا تكتفيوا فقط ب 100 غرام. فغنقطعها هكايا في كاسرول، وغنضيف عليها شويه ديال الكريمه السائله. فالكميه ديال الكريمه السائله ديروا نصف كاس ديال الكريمه السائله. انا درت كميه قليله، ومن بعد لقيت باللي مازال خاصها الكريمه السائله وضفت شويه. فتقدروا تعوضوا الكريمه السائله بالحليب، ودرتها على نار اللي تكون مهيله مع التحريك المستمر. اذا كنتوا خايفين بالنسبه للمبتدئات باش تقدروا يعني ما تنجحش معكم هاد الطريقه هذه باش تذوبوا الشكلاط، فديروا الطريقه المعتاده ديال انكم ديروا حمام مائي. صافي غنبقاو نحركوا مزيان حتى كتذوب ديك الشكلاط بهذا القوام هذا اللي
هذا القوام هذا هو اللي خاصنا نتحصلوا عليه كما كتشوفوا. فتقدروا انكم تستعملوا غير هاد الشكلاط هذا، تعوضوه غير بجوج علب ديال دانيت الشوكولا او لا ياغورت الشوكولا، فما تحتاجوش انكم ديروا هاد المرحله هذه اللي درت. يعني تقدروا تبدلوا اي حاجه بغيتو. صافي غنحاول انني نقادها مزيان و هكايا بمعلقه، وغيجي باش نتحصلوا على هاد الشكل هذا اللي بغينا. ومن بعد غنزينها بقطع ديال الفريز او الفراوله. وبالنسبه للتزيين كما كنقول لكم دائما، التزيين كيبقى اختياري، تقدروا ديروا اي تزيين بغيتوا. انا عطيتكم فقط فكره، شاركت معكم افكار، فانتم تقدروا تبدعوا وتبدلوا اي حاجه بغيتوا. فهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا ديال هذا النهار. كنتمنى ان الوصفه تكون نالت اعجابكم، وكنتمنى الفيديو يكون في المستوى، وكنتمنى انكم تقبلوا عليا، وما كرهتش انكم تدعموني بلي لايك باش يوصل الفيديو لاكبر عدد ديال الناس، وتقدروا انكم تشاركوه مع احبابكم مع عائلتكم، وكما انكم تقدروا تشاركوه في مواقع التواصل الاجتماعي الا بغيتوا طبعا. هذا هو الشكل النهائي ديالها. وكما كتشوفوا راه من الداخل كتجي بحال سويس رول او لا كيك رولي، يعني كتجي زوينه بزاف، والطعم ديالها ولا اروع. بهذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. الى فيديو مقبل ان شاء الله. خليت لكم الراحه وبسلام عليكم.